كان يا مكان في قديم الزمان فأر صغير اسمه زقزوق يعيش في مخزن كبير. كل الفئران تحب الفتاة المتساقطة من الطعام، لكن زقزوق كان يكرهها. كان يحلم بأشياء لذ وأشهى. في يوم من الأيام وجد زقزوق بالصدفة وصفة لكعكة جبن شهية في كتاب طبخ قديم يعود تاريخه إلى عام 1953. قرر أن يصنعها بنفسه. بدأ زقزوق بجمع المكونات: قطعة جبن، قليل من الدقيق، وبعض التوت البري اللذيذ. واجه صعوبات كثيرة، لكنه لم يستسلم. أخيرا خبز زقزوق الكعكة. كانت رائحتها رائعة. تذوقها، وكانت الكعكة أكلها في حياته. شارك زقزوق كعكته مع بقية الفئران، فأحبوها كثيرا. ومنذ ذلك اليوم أصبح زقزوق أشهر خباز في المخزن، وفضل الجميع كعكة الجبن على الفتاة.